لازم قبل ما تبتدي اي مشروع لازم تكون حبه، ولازم تكون عايز تثبت ذاتك فيه. اتجهت للمجال دوت. كنت حابب المجال ده من زمان، وكان نفسي ان انا اشتغل فيه. وطول ما انت حابب مجالك بصرف النظر عن الشغل بتاعنا هتبدع فيه. تاني حاجة ان انت لازم تتعلم. ما ينفعش ان انت تدخل اي مشروع او اي تجارة من غير ما تكون عارف اساسياتها ايه. في شغلانتنا ديت بيبقى في كورسات ان انت تتعلم المجالات بتاعتنا كلها. في دورات بتتعمل في قنوات على اليوتيوب بتتعلم الصيانة. لازم تكون فاهم ولازم تتعلم كويس، لازم تروح تشتغل مع حد، لازم تمارس الموضوع ده عملي كتير. هيجيلك شغل بتاع ناس وهيجيلك أجهزة غالية جدا. ما ينفعش الجهاز يجي يبوظ عندك. ما ينفعش العميل يبقى جايب لك الجهاز فيه مشكلة صغيرة يطلع من عندك المشكلة بتاعته كبيرة. لازم قبل ما تشتغل في اي حاجه لازم تكون فاهم انت هتعمل ايه. مش فاهم في حاجه او حاسس ان انت في حاجه ان انت مش هتعرف توصل لها، مش عيب ان انت تسال عن ده اي حد من اصحابك، اي حد يكون جنبك يعني في مكانك يكون هو شغال في نفس المجال. مش عيب ان انت تودي له الجهاز ان هو يعمله لك. بعد كده هتلاقي نفسك انت واحده واحده بتتعلم، بتعرف ازاي تشتغل، بتعرف ازاي يعني اي جهاز يجي لك يعني ما تصلحش شيء ترجعه للعميل بالحاله اللي كان عليها. ما ينفعش طبعا ترجعه للعميل بحالة أسوأ من اللي كان عليها. تالت حاجة دي يعتبر أهم حاجة يا شباب، الأمانة. الأمانة في شغلنا دي هي أهم حاجة بمعنى أصح. هي دي رأس مالك. يعني أنا مش عايز أقول لكم إن أنا بيجي لي كان يعني أجهزة كتير، سواء كان كمبيوتر أو لابتوب أو شاشات. يعني كان بيجي لي أجهزة كمبيوتر العميل بيفوجئ إن في رامات منها ناقصة. طبعا الكلام ده كان بيبقى قدام العميل. يعني انا اي جهاز بيجي لي طبعا انا بتست عليه قدام العميل الاول، بديله ايصال بالميعاد اللي هو جاب الجهاز فيه، وبكتب له فيه مكونات جهازه قبل ما يمشي. ويعني مثلا حصلت كتير قوي لسه قربها مثلا من اسبوعين، لقيت العميل بيقول لي ان الجهاز بتاعه كان راماته 4 جيجا فجاه بقى 2 جيجا. فطبعا كان عند فني قبلي يعني حاجات غريبة كده بتحصل. يعني انت كده بتضيع راس مالك في الارض. راس مالك في شغلتنا ديت هي سمعتك. تجيلي اوقات شاشات فيها مشكلة في حوض الاضاءة، وافوجئ ان العميل برضه بيقول لي ده انا لسه عاملها من 3-4 شهور ودافع فيها المبلغ مثلا الفلاني. فطبعا بقول للعميل طبعا سيب الجهاز ابص لك عليه واشوف ايه مشكلته. وطبعا باخد رقم العميل برضه بتصل بيه بتواصل معاه عشان اعرفه برضه الدنيا فيها ايه. بعد ما بفك الجهاز افوجئ ان العميل اللي كان الجهاز عنده قبلي يعني مسارة الليدات فيها ليدين 3 بايظين، الاقيه مغير الليدات بس. وطبعا المفروض في شغلنا ده ان لما يجي لك شاشه حوض الاضاءه ده عايز تتغير بتغير طقم الليدات كله، حتى لو ليد واحد اللي فاصل وبقيه المساطر سليمه لازم طبعا تغير الطقم كله. ففوجئت لقيته مغير 3 ليدات ومحاسبه على اساس ان هو مغير طقم. فطبعا الكلام ده ما ينفعش. انت كده يعني بتدمر نفسك بدري. راس مالك زي ما قلت لك في شغلتنا ديت هي سمعتك والامانه. هو ده رصيدك في الشغل بتاعنا، وبتفرق كتير قوي مع العميل. بعد كده في التجديد، ان انت لازم تجدد في شغلك، ولازم باستمرار تشوف التحديثات ايه، تعمل دايما ابجريد في صيانتك في تجارتك في شغلك. انا الاول كنت شغال طبعا كمبيوتر، وبعد فتره ابتديت ان انا واحده ادخل في اللابتوب. الكلام ده من زمان اول ما ابتديت ان انا اخش في المجال ده، وخدت كورس في الاول. وبقى يجي لي اوقات مشاكل برضو، وانا لسه يعني واخد كورس جديد في اللابتوب ولسه برضو ما جاتليش المشاكل اللي هي يعني تعلم الواحد ان هو ازاي يعرف يحل اي مشكله زي اي مبتدئ طبعا. فكان بيجي لي اوقات مشاكل في اللابتوب، وطبعا كنت بفك الجهاز احاول ان انا اوصل للعطله واوصل للمشكله. كنت بفشل طبعا ان انا اوصل ليه، فبالتالي كنت باخده وبنزل تحت عند اي حد من زمايلنا
اخليه يعمل لي الجهاز. وبعد ما بجيب الجهاز وبستلمه، كنت بعد ما بروح المحل كنت بفك الجهاز كله حته حته تاني واشوف ايه اللي اتعمل فيه. اي مشكله كانت بتجيلي كان يعني حتى انا لو ما عملتهاش افهم ايه اللي اتعمل، ايه اللي حصل، لان وارد برضه ان يجيلي نفس المشكله. فبعد طبعا ما خدت فتره كبيره شغال في الكمبيوتر واللابتوب، ابتديت ان انا اخش في بقى يجيلي ناس عايزه تصلح سماعات وصبات واجهزه الصوتيات اللي انتوا عارفينها دي. برضه بقيت بقدر المستطاع احاول ان انا افهم برضه الدنيا فيها ماشيه ازاي. كنت بحاول ان اي عميل يجي لي بجهاز الكتروني في المحل عندي، ما بقتش ان انا ارجعه، بتقول طب ماشي سيبه وابص عليه، ده رزق وجاي لك، تحاول بقدر المستطاع ان انت تطور من نفسك. وبعد كده ابتديت ان انا ادخل في موضوع الشاشات، يعني بحاول بواكب العصر في الوقت اللي احنا فيه، وده المفروض ان اي حد ان هو يعمله. ما توقفش في محلك سر ان انا مثلا بصلح شاشات، ما ينفعش اشتغل في لابتوب، لا انا بشتغل في اجهزه كمبيوتر، ما ينفعش ان انا اشتغل في سماعات، ما اعرفش، ما ينفعش طبعا كلام زي دوت. انت المفروض ان انت راجل مهندس الكترونيات، العميل بيجي لك في محلك بيقول لك يا باشمهندس، فالمفروض تبقى انت يعني جدير بحاجه زي ديت. وابتديت بعد كده ان انا ادخل قطع الغيار، لان انا كنت بنزل تحت وسط البلد عشان خاطر اوفر قطع الغيار، فطبعا ده كان بياخد وقت وجهد كبير، وكان يعتبر بيضيع لي اليوم عندي. فطبعا ابتديت اوفر الحاجات اللي هي بتبقى المستهلكه الاول، ابتديت اجيب كل المكثفات والترانسات، دوائر الباور، دوائر الصوت اللي هي التعويضيه اللي هي بتبقى الصغيره لما يجي جهاز مثلا قطع صوت او كده، بتركب الكلام ده. ابتديت اجيب مساطر الليدات، ابتديت اوفر البرد الثلاثه في واحد اللي بتركب على معظم الاجهزه. بيتعامل بالظبط زي الصيدليه، اي عميل يجي يخش عايز علاج معين مش موجود، كان عنده دفتر بيكتب فيه المواعيظ، انا بيتعامل عندي نفس الوضع كده. اي عميل يجي يسال على حاجه مش موجوده عندي بكتبها عندي في الكراسه بتاعتي، ولما اجي المره اللي بعدها اجي انزل اجيب بضاعتي، بتنزل اجيب الحاجات الناقصه دي. يعني بحاول ان انا اوفر كل القطع الغيار ليا ولاي حد برضه، ان هو يعني مش عايز برضه يضيع وقت ان هو ينزل مشوار، لان المسافه بيني وبين وسط البلد مسافه كبيره بتضيع اليوم كله طبعا. فبقيت احاول ان انا يعني اطور في كل الاتجاهات عندي، وبفضل الله يعني الحمد لله رب العالمين. حاولت ان انا برضه اوصل لكم حاجه زي دي، بحيث برضه اي حد حاسس ان هو مش عارف هيبتدي منين، مش عارف يخط خطوته الاولى، يبقى ليه اساسيات يمشي عليها. دي كانت بعض النقط اللي حاولت ان انا اوضحها لكم، ان انت ازاي يعني تطور من نفسك، وازاي تكبر مشروعك، وازاي تكبر تجارتك. ويا رب يوفق الجميع، ويا رب نكون قدرت اوصل لكم معلومه تساعدكم في حياتكم وفي شغلكم. وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.